انتوا بتسمعوا الموقف على البوب الصالح على نجوم اف ام. مساء الخير على كل اللي بيسمعوا نجوم اف ام، ومعاكم البوب الصالح لمده الساعه اللي جايه دي. اجمد الاغاني الشعبي، احلى الاغاني الشعبي، اروق الاغاني الشعبي لاحلى شعب. يا رب تستمتعوا بحلقه النهارده. الدنيا مش دنيا عافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة له بصافية مش قلنا وهات. اللي عداوة الجافية تحدفه من فوق، وانا لسه بتمرجح فيها. دنا خلصنا المرجحه، نخش على المفيد بقى، نخش على الاولان، نخش على الكلام. جالي كده مع نفسي ان احنا نكملها النهارده، شويه فن شويه شهيصه، شويه فن شويه شهيصه. عايزين نتكلم قليل النهارده وندلعكم مزيكا، تعيشوا مع المزيكا النهارده. استمتعوا بقى بشويه الكلام المهمين قوي دول، الخلاصه. مساء الفل عليكم. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه ياني منك ياني سيما يا دنيا، سيما كلمة محبة دي قديمة. سيما يا دنيا، سيما كلمة محبة دي قديمة. الأغنية الشعبية هي نبض الشارع ونبض الحارة المصرية. كان في الشارع رحمة تاهت وسط الزحمة، كان في الشارع رحمة. الأغنية الشعبية اللي توصل بوجع الناس. أعز الناس فاتوني، كل الناس باعوني، وكمان بيحسدوني، على ضحكتي. شعب عشان طالع من الشعب ومن الحواري، يعني الأغنية دي بتيجي من على القهاوي ومن الشوارع. جينا بحب الخير جوانا، وفي إحساسنا ضمير وأمان، بس يا عيني خسارة لقينا ناس مش ناس ونفوس خوانة. يعني الغنوة الشعبية مش عايز اقول لك انها بتمثل البني ادم، لان احنا فعلا بنتعامل مع الواقع بتاع البني ادم المصري. اغنيه بتعبر عنك انت، زي في امريكا مثلا بيسمعوا كانتري ميوزك. الكانتري ميوزك ده مزيكتهم دي الاصل. سيبك بقى من الراب والهيب هوب وشويه الحاجات العجيبه اللي بيسمعوها دي، بس اصلهم الكانتري. احنا اصلنا الشعبي. كان زمان الغنوة الشعبية ايام الاستاذ محمد الهزبي واستاذ محمد رشدي كانت بتميل للغزل شويه. لما كان يجي يعني مثلا استاذ محمد الهزبي غنى عن بهية، كان بيوصف بهية، بيغزلها في الأغنية. الحكاية عيون بهية، أستاذ محمد رشدي غنى كعب الغزال يا متحني، برضو كان بيوصف واحدة بطريقة غزل معينة. لما جه عدوية عمل بقى خفة الدم في الأغنية، زحمة يا دنيا زحمة وسلامتها أم حسن، ابتدى يغير المسار بتاع الأغنية. ما ورعتش رحمة مولد وصاحبه زحمة يا دنيا زحمة. فتقدر تقول إن تغيير مسار الأغنية كان بداية من عدوية. الفترة اللي ظهر فيها الأستاذ أحمد عدوية دي كانت فترة مهمة في مصر طبعا. تعالى احنا بنتكلم، عارف، فترة انفتاح بجد انفتاح في حاجات كتير قوي. ان الشعب كان فرحان، خارج انتصار وحرب اكتوبر وسبعينات، والجو ده كان جميل، الناس فرحانه، فكان عندها استعداد انها عايزه تفرح، تتقبل اي حاجه فيها فرح. يعني كان يتخيل الواحد يسمع الأغاني أم عبده فين وسلامتها أم حسن وقلق في قلق والحاجات دي، يعني حاجات كانت غريبة وبرضه شعبية حلوة. آلات في الصباح، آلات في المساء، نايم ولا صاحي، رايح ولا جاي، لا عارف راس ولا عارف خلاص، حبيبي مش راسي جاي في القلب. بعد 73 ابتدينا نشوف ان في
مجتمع ابتدى يبقى فيه فئات بتطلع نتيجة التحول من الاشتراكية للرأسمالية. ابتدينا نشوف فيه ناس ابتدت فئات تانية عايزة بس بتصعد وعايزة حد بيكون بيعبر عنها من ناحية الموسيقى. فالذوق اختلف في الوقت ده، بقى في ناس احنا معتبرينهم، كنا دايما الأثرياء احنا بنعتبرهم الناس الأكثر رقي وثقافة، بقى في ناس أثرياء كتير وما ما عندهمش ثقافة. عدوية كان ايه اللي بيسمعه؟ تبص تلاقي الميكروباصات والبيوت والتساجيل والدنيا، ما كانش فيه سيديهات لينا ولا كان فيه الكلام ده، ما كانش فيه. احمد عدوية غير في شكل الاغنيه لان ابتدى يتكلم عن الحاجات اللي هي واقع من الشعب. طلع بيقول شكل الموال اللي احنا كنا مفتقدينه، اللي بيحبه الشعب المصري، اللي هو الحكي، ان هو بيحكيك. عجبي عليك يا زمن، بترسي ناس على البر وناس تتوه في البحر قاسوا العذاب لا، شطارة عدوية كان في اختياره للكلمات، لأن عدوية بسم الله ما شاء الله أي لحن يقوله. حبيبك اللي تحبه وعشمان فيه وعشمان فيه، كتر عليه بالأسى يظهر جامع ما فيه. احمد عدوية ذكي جدا، خد الفن الشعبي ده وطوره باسلوبه. يعني خد من ابو دراع ومن محمد طه ومن رشدي، وخد من هنا وطوره باسلوبه، طوره خلاه بقى صاحب مدرسه. ولحد دلوقتي عدوية لحد دلوقتي شغال. النهارده شوفوا عنده حوالي 68 سنه، واما عمل الناس الرايقه مع رامي عياش، شوفوا عمل ايه في مصر. فالحاجه الحلوه ما تختلفش عليها اتنين. الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. لكن الاسلوب ده من الغنى فضل من السبعينات لحد ال80 حاجه و80 85 86 ماشيين على النمط ده. بعد كده الدنيا اتغيرت. حقبه الثمانينات دي كانت الناس موجوعه فعلا، كان في مشاكل في الاسعار والغلاء ومش عارف بطاله قصه كانت طويله قوي. عارف اللي هو بقى من الانفتاح والفرح بدانا الدنيا بقى المواطن ياخد بقى جو، عارف اللي هو ايه، الهم والعيشه والشغل والشقه والعيال والمدارس ما فيش حاجه مساعداني ان انا افرح. فلما اسمع حاجه فرايحه وجميله عارف مش هتاثر فيا. بدأنا بقى عارف اللي هو ايه، الغنوة الشعبية تاخد بقى ايه طريقة دراما. فترة الثمانينات مع يعني ما نقدرش نقول انحصار أحمد عدوية، إنما ابتدى يطلع شكل تاني. الشكل التاني ده ممكن اللي كان بيعبر عنه في الفترة دي كان حسن الأسمر. الأستاذ حسن طلع في وقت اللون الدرامي أعلى وكان مقبول عند الناس، ونجاحاته ما كانتش في أول ألبوم، ما كانتش في الأغاني الخفيفة، كان عامل حاجات خفيفة وكان عامل درامات. الدرامات هي اللي عامله برضه عشان ده عمل لون لوحده شعبي بس حاجات حزينه. الناس كلها برضه بتبقى عايزه تعيش شويه في الحزن، هم بيسمعوه. إذا بحياتي يا عين ما شفت زي كده، الفرح فيه صدري والباقي كله عذاب 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 عذاب. بس حسن الاسمر تقدر تقول امتد للخيط بتاع عدوية، بقوا هما الاثنين في النطاق الشعبي. يعني خد اللي عمله عدوية وقرر ايه؟ قال لك لا، انا هعدي عليه خطوه، انا اهو وانت اهو والزمن اهو بينا اهو. انا اهو وانت اهو والزمان اهو بينا اهو. يعني استاذ حسن الاسمر الخط بتاعه ان هو عمل بدايه اسلوب لموال اللي هو العد كله، اللي هو الريتم ده اهو. كتاب حزين كله هازي ادني في زمار غدار هازي. الفرح سطر غلط مكتوب لما الزمن كان يوم ناس، كان يوم ناس. حسن الاسمر الحته اللي بين عدويه وحكيم، يعني هو وسط الكهرباء. حسن الاسمر شيكها شويه، راح داخل حكيم. حكيم غير مسار الاغنيه الشعبيه، بمعنى ان كان في حميد الشاعري ده كان رقم 1 في مصر
بالنسبه للتوزيع الاغنيه، فخدوا في حته تانية، لان كان زمان كله بيسجل لايف. السقف والسجات، احنا كنت زمان حتى لما بنيجي نعمل سقف كنا بنسقف بايدينا كده على الميكروفون في الاستوديو. فده حميد الشاعري عامله الكتروني. حبيبة يا حبيبة اليوم مرت عليا. فكر الاستاذ حميد الشاعري في الوقت دوت، عارف اللي هو بيبقى كان عايز يوصل بالمزيكا بتاعته دي للفئه الاكبر في المجتمع اللي هي الفئه الشعبيه. اشتغل عمل شريط نار، فطبعا عارف حكيم بغناء جميل بالمجموعه اللي كانت معاه، الاستاذ امل الطاير، الاستاذ حسن ايش والاستاذ سامي علي رحمه الله عليه، عارف، والجو الجميل بتاع غنى حكيم، والواد ده حلو سابق سنه، الواد ده ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو، الواد ده حلو، الواد ده حلو، الواد ده حلو، الواد ده حلو. مع المزيكا بتاعت الاستاذ حميد الشاعري والسولوهات الجديده، انت اكيد حافظ السولو ده وحافظ الغنى. فمن هنا حكيم ابتدى ياخد الافيه الشعبي على شغل التوزيع، بقى حاجه جديده للناس. ان حكيم يعني لما طلع وباشتراك مع الاستاذ حميد الشاعري والاغاني الجديده اللي عملها دي، يعني غنى لنا شعبي، بس غنى لنا شعبي بمزيكا احدث. في الفتره دي كان في حاله بتهيألي من الاضطراب. طب حكيم مطرب شعبي ولا اغنيه شبابيه؟ طب بالفرق بينه وبين ايهاب توفيق، او مثلا لو هنتكلم على مصطفى قمر او اي حد من الناس دي. هو الناس اللي بيقولوا مش شعبي دي، هو عمل ايه مش شعبي؟ هو عامل حاجات مش شعبي وعمل حاجات تانية، ماشي كده؟ بس احنا سامعينه في الشعبي. حكيم ده بقى خفة الدم، بس خفة الدم المقبولة، الشيك، الحاجة كده العسل، وطبعا صوت، يعني الاتنين، وشكل وثقافة. فحتى لما يطلع كده بره مصر ويقولوا مطرب الشعب المصري حكيم، حاجة تشرف بصراحة. بس نيجي نبص، للأسف الشديد حكيم، حسن الأسمر، عدوية، الشمعة بتطفي، بنسمعهم، نحب نسمعهم طبعا، بس بالبلدي كده زي ما بيقولوا كده، اللي راكب الأيام دي حاجة مختلفة تمام. احنا من سنة 2000 كان في ظاهرة كده ظهرت، اللي هي شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم طلع من عباءة الناس اللي كانوا قبليه. فشعبان عبد الرحيم غنى في الثمانينات، لكن صعوده كان في فترة التسعينات. عملت شريط اسمه احمد حلمي اتجوز عايده. الشريط ده برضه اتسمع على مستوى شبرا وعايده والحاجات دي، ورحت عامل اغنيه اسمها بكره اسرائيل، دي اللي فرقت معايا بقى. العمر لو يطول لو حتى كان قليل، افضل طول عمر اقول انا بكره اسرائيل. افضل طول عمر اقول انا بكره اسرائيل. بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بقولها لو اتسال، وان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل. بس خلاص. هو جرب ان هو يكون مطرب شعبي تقليدي من الثمانينات، لكن لما دخل في اغنيه بتعبر عن حاله الشارع وقتها مع انتفاضه الاقصى ومع الازمه السياسيه، حتى في ان هو اتكلم مثلا على مثلا عمرو موسى، اتكلم كده، كانت التجارب دي كانت جديده، ان فكره ان انا اتناول السياسه بالجرأه دي، وفي نفس الوقت ان انا ما جربتش ده قبل كده. كلنا بنقول بكره اسرائيل، بس مين غناه؟ هو جات له جرأه وغناها، فعملت معاه فرقعه جامده جدا. هو انا لقيت نفسي في وسط المطربين الكتير، فانا حبيت اعمل لنفسي يعني يعتبر اسمه مثلا مطرب الحدث. يعني ما تحسش ان كان في ساعتها فزلكه، هم خدوا البسيط وعملوه، فقالوا كلام عادي جدا، يعني ممكن ان احنا الاثنين واحنا قاعدين مع بعض، او احنا كلنا واحنا قاعدين مع بعض كده نقوله. بنتكلم وقتها على اننا قدام تجربه جديده،
التجربة الجديدة دي أعتقد إن كان أنجح حد فيها وعرف يستثمرها كان شعبان عبد الرحيم. حتى حد ما غناش شعبي كده يوصفوا لي عبد الحليم يا مفرقين الشموع. بص موال ولا مش موال؟ شعبي. ام كلثوم مرة الحب سكارة شعبي. مع بداية الألفية الجديدة أو قبليها بسيكة دخل طارق الشيخ. كان قبليه بشوية، كان في الوقت اللي بيغني فيه طبعا حسن الأسمر كان عبد الباسط حمودة بيغني، بس ما كانش لسه إيه لمع. دول أقول لك دول عملوا إيه؟ دول دخلوا قعدوا معاك وخدوا الكلام اللي أنت بتقوله قالوه. فبنشوف إن ابتدى يعودوا بشكل تاني، إن هو يبقى فيه تصنيف أغنية شعبية موجود تاني لما الضبابية اللي كانت موجودة في فترة الموسيقى الشبابية دي راحت. يا سلام على الدنيا وعلى حال الزمان، ايه بس يجي اللي جرى في ناس النهار. يا سلام على الدنيا وعلى حال الزمان، ايه بس يجي اللي جرى في ناس النهار. محتار يا ناس معقول خلاص هنعيش كده مع بعضنا من غير مودة. نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، وانتم بتسمعوا الموقف ورسائل كالعاده نازله ما بتخلص. نشوف بقى الناس بتقول ايه. صباحو يا بوب، مساء العسل. ابو سليمه بيمسي على احمد سعيد الدعكي واحمد صالح شنبو وعلى رجاله فنون، مساء الفل عليكم جميعا. شويه حاجات عجيبه النهارده بس يعني هنعيش معاه. مجدي ابو سلمى، نفسي اسمع اي حاجه على ذوقك يا بوب. هشام الكارف، مساء الفل يا عم هشام، وبيبعت تحيه لمجدي ابو سلمى، ونسمعك ان شاء الله حاجه على ذوقنا ان شاء الله مشهيصه وتدلعك ان شاء الله الاغنيه اللي جايه. مساء الفل عليكم جميعا، مساء الفل على كل منورين نجوم اف ام جوه وبره. هنعيش دلوقتي ونخش على المفيد كله، يلا بينا. سيما عايشين في دنيا ناس كده يا بياكلوا ببعض زي الديابه. بنميز الشعب اليومين دول إن خرجنا من حكاية أحبك وتعبتي قلبي وأنا من غيرك متضايق وسهران طول الليل. ابتدينا احنا بقى في الغنى الشعبي نخش بقى في حكاوي الناس. انت لما تيجي تحسبها احنا 85 مليون النهارده، هتلاقي نسبة الشعبيين فيهم 70 مليون. الأغنية اللي أنا أغنيها من المعاني اللي أنا بسمعها منهم. طبعا الواحد بيحتك بالناس، طبعا بسمع حتى لو ما حدش بيحكي لي، بسمع المشاكل اللي حصلت في ايه. يعني انت عارف الغلا اللي احنا فيه ده ليه؟ محدش عارف ارتفاع الاسعار ده. متابعين هم برضو السياسه ومتابعين الاخبار ومتابعين كل حاجه، فبعرف ايه اللي بيتقال، وبالتالي ممكن اطلع بفكره بموضوع. يا زمان مفركشنا، يا زمان يا مفركشنا، ما سبتناش ولا يوم عشنا، عمال يومات تترمشنا، حتت حتت وتاكل فينا، الظلم على البحر عايشها والراحة عن بالنا حايشها، شاغلنا ودماغنا دوشها، رايح وجاي تلعب بينا. الجديد في الاغنيه الشعبيه انها بقى يسمعها ناس كانوا مدعيين ان هم ايه كلاس. يعني الناس اللي هم لايك كلاس دول مصر الجديده والجاردن سيتي والزمالك، زي اغنيه انا مش عارف بتاعت عبد الباسط دي، تلاقيها شغاله في كل عربياتهم دلوقتي، بيعشقوا حاجه اسمها عبد الباسط حمود النهارده. ابص الروح فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قولي لي ايه يا مرايتي، قولي لي ايه حكايتي، كنتش دي نهايتي واخر قصتي. انا مش عارف انا بتوت مني، انا مش لا دي ملم ولا شكل كان ولا ده انا
الانترنت خلت ان الناس كلها تسمع بعض، يعني احنا بنسمع غربي وبنسمع شرقي، طب ما نسمع موسيقى تانية شعبية. فكل ده وفر مساحة للأغاني الشعبية بشكل عام إنها تكون متاحة لفئات تانية، مش بس الفئة اللي هي مستهدفاها. الناس دلوقتي تسمع شعبي، كلمة شعبي يقول لك لا شعبي لا، وهو بيسمع شعبي، ولما يجي يعمل فرح بيجيب مطربين شعبيين. يعني انا محمد ثروت عامل مثلا عيد ميلاد ابنه جه ابن انا بس. محمد عبده، شوف محمد عبده بتاع السعوديه عامل عيد ميلاد عياله الاثنين مش جاب نمر خالص الا انا بس. تعالى شغل اغنيه مثلا سيم للناس، مش عايز اذكر اسامي، مصطفى قمر او تامر حسني او الناس الشبابيه دي، هتلاقي الناس قاعده على الكراسي. حط حاجه لعبد الباسط حموده، حط حاجه لعدويه، هتلاقي الناس دي مش قاعده على الكراسي. انا بتعامل مع ناس فهمان وفاهمه، عارفه القميص بتاعي شكله ايه. ان شاء الله اقعد 5 سنين ما نزلش شريط، بس المهم ان احنا نشوف الصالح للناس فين نعمله. والله بنبتدي نذاكر الموضوع مع بعض وبندرسه، نبتدي نجهزه، فيبقى طبعا في تعب. زي ما بنقول كده ايه، بنعمل مطبخ للمطرب فلان الفلاني، فبنعمله مطبخ ليه، بنعمل حاجه تليق عليه. بتحس ان الموضوع ده انت حاسه لان هو من البدايه معمول ورشه عمل للمطرب ده. هي الخلطه بتيجي بقى من هنا. حلو ممكن بس ايه، انا هناخد اخر جمله بس يا طارق. ماشي. انت بس علل الكورال شويه. ماشي تمام. داير. احنا دايرين من اهو، من اول من على الاستلام. عايش مرتاح واديك شايف، لا تعبت بعدك ولا خايف، ليها باب رجوعك راضي، صدقني مش محرق دمك، بالعكس ده انا شايل همك. حلوه قوي العربه دي، بس تعالى ناكد عليها بقى. ماشي. الجو الشعبي الاورينتال اللي هو الجو الشعبي بتاع الناس بيبقى فيه خامات معينه من الالات، في جمل معينه بتتعمل، لان معظم المطربين الشعبي بيغنوا من مقامات فيها حاجه اسمها ربع تون او الشرقي، او يعني اللي هي متشعبه قوي، ليهم عرب برضو معينه في صوتهم بتتميز ان معروف الصوت ده صوت مطرب شعبي. فبالتالي لازم تكون حواليه مجموعه الات تتناسب مع صوته، وفي نفس الوقت الريتم المحيط بيه لازم يكون قوي شويه، على اساس ان يبقى الموضوع كله برواز منسق. هنعيد اللازمه دي ولا هتفضل هي مره واحده بس اللازمه دي؟ غير لما تبقى في حاجه جاهزه يقول لك خد غنيها، بتبقى برضو غنوه بس بتعدي كده مرار الكرام يعني. انما لما تبقى حاجه بجد متفصله للمطرب فلان الفلاني، بتحس ان الموضوع ده انت حاسه لان هو من البدايه معمول ورشه عمل للمطرب ده. اللي بينجح اغنيه عن اغنيه الفكره بتاعتها نفسها بتقول ايه، واخد بالك. وبعدين حاجه يعني احنا حتى بقعد مع المؤلف، واخد بالك، بقول له بلاش انت محيرني وانت مسهرني والكلام ده كله استهلك خلاص. احنا عايزين النهارده نطرح فكره قصه فيلم في غنوه. يعني لما تيجي تجيب المحكمه دي، انا بحكي لك فيلم في غنوه. شفت شاب يا ناس بيبكي في القفص لما جابوه، كان بيحلم يبقى حاجه، كان امل امه وابوه، جم صحابي. اهم حاجه الصوت كويس، لان هم بيجوا اصوات بس، ما عنديش حد بيختار كلمات، انا اللي بختار الكلمات وانا اللي بختار الالحان. نوع الاغاني اللي فيها وعظ ده جميل، بتفوق برضو الناس، لان الناس ملاقيه كتير قوي في مشاكلها وفي لقمه عيشها. ممكن المطرب الشعبي مش يبقى مصلح اجتماعي بس، ده ممكن المطرب الشعبي ده يبقى رساله. في كل شويه تلاقي مطرب شعبي طلع بغنوه فيها فكره من قلب المجتمع عايشه جديده، زي العبد والشيطان، زي يوم القيامه لعبد الباسط حموده، هو في شيء اللي دفنت حكايتها، عندها بول جامد قوي مع الناس. يعني الجزء الاولاني من العبد والشيطان
كان العبد فيه بيقاوح. يعني في الجزء الاول كنا بنقول ايه؟ والكلام انا على المصطفى صلي، اقول حكاوي وعبر واحفظ وفسر لي. الشيطان وقال للعبد طول عمرك بتصلي وتسبح وتصوم، طول عمرك مشغول بالحي القيوم. اتبحبح واغسلني، العب لك دور دومنة، الجارة اللي قصادك بتشغلك عبرك، بتقلك وعنادك قربت الطيارة. العبد قال للشيطان، هنا العبد بيقاوح بقى ويقول له ايه جارتي ده هو زي اختي والرسول وصى عليها. الانسان يا طريق الرحمن، من ضمن الاحاديث لنبينا المختار كان حكمه يا ابليس للجاره وللجار. فطبعا جه وقع، قال لك واحد قوي بلحمه طول ولقاه ماشي مع واحد غريب، فقال لك لا انا امشي معاها انا اولى. الشيطان لعب له في دماغه وخلاه يمشي معاه، فجه قال له مش في الاول جرجرتك من خيبتك خدرتك، بقيت تعرف تكذب وبتلعب على جارتك. وبتلعب على جارتك وبتلعب، بقيت تلعب بوكر وبتشرب شنوكر، بقيت تلعب بوكر وبتشرب. طبعا العبد عايز يتوب، قال له من بعد ما طلعتك ما بقيتش عارف اعيش، ودتني لحد النار وهناك ما عرفتنيش. دي كانت قصه العبد والشيطان. العبد قال للشيطان هسيب لك المعاصي واصل رسول الله، وان جيتني هبعدك بآيات كتاب الله. في مطربين بتأثر في شباب أكتر من الناس بتوعظهم. أنت فين؟ بفكرك. ده جميل، أصل الفن رسالة. لو ما كنتش أنا خاطبك وأناجيك وحكيك، طب هعمل إيه؟ أنا بغني عشان آخد فلوس وخلاص؟ لا، مش موجود. الفلوس جزء بس مش الكل. معنى ان انا يتقال عليا ان انا ملحن شعبي يبقى انا بشتغل بعمل الجمل اللي انت سامعها في الشغل بتاعي، اللي هي الناس بتحبها، واللي هو المطرب الشاطر اللي بيشتغل معايا بيغنيها. قررتني في الناس والدنيا من اللي انا شفته معاك، ده انت يا دوبك تبقى سلام بعديها بثواني. انا جربت ان انا اشتغلت مع مطربين، يعني عارف اللي هو لا داعي لذكر اسماء، بس لقيت ان الحياه بسيطه قوي مش هتضيف، وفعلا ما كانش فيه توفيق معاهم يعني. جاي في الدنيا تهني وتعذبني ليالي، انا احسن لي تبعد عني يمكن اريح بالي، مش هتحمل تاني تخوني صعب ده بالنسبه لي، اخر مره بقول لك سيبني باقي مش ناقصك. هو مش شرط عامة ان يكون الموزع او الملحن يكون دارس ماشي كده، لان الموضوع ده كله كفكرة انا عايش في وسط الموضوع وشايف الدنيا كلها عايزة ايه. بنعمل اللحن والتيمة على طبقة المطرب، وبعد كده بجربه الاول في غنوة في الاستوديو، بنعمل ميكس عليها وبنخلصها وبنقعد نسمعها. تهينك تزلك تزيدك تقلك تطلع تنزل على الحال ده يوماتي معاك وعليك فلوس. لسه معاكم البوب الصالح، ولسه مش عارف جالي كده مع نفسي ان احنا نكملها النهارده شهيصه. هنعيش دلوقتي وهوبه وسندق وبندق ونشعشع المواضيع شويه. واحد بيرقص، واحد يعيط، واحد يقس، واحد ينط، البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وقت يلعب العب على المد ارقص على التت بحب البيت، وقلبي يفط وهوبا ينط احب البط عشان البط يحب. من 2007 2008 2006 في الحدود دي، او من بدايه 2005 مش فاكر يعني في سنه من السنين دي بدأ في مصر يظهر حاجه جديده. يعني بدأ بقى في مطربين طلعت كتير،
بدات الغنوه بقى تاخد منحدر خطير جدا. ألا أونا ألا دو ألا تري قولوا معايا يلا معايا. حد يسري كلب بيهوهو، حد يسري قطة بتنونو. ولعت الدنيا ومعك حنبوزو وحسين خصايا، ده حكايته حكاية وحسين خصايا. بدات ان الغنوه اللي احنا كنا بنصنف ان احنا نقول في غنوه ستايل وفي غنوه شعبي، هو كان ده التصنيفين، ما كانش فيه ما فيش حاجه تانية. بدا بعد الدي جي يا احمد وبعد الانترنت بدأ بقى في حاجة تانية صعبة، مصنف تالت أندر شعبي، يعني عارف اللي هو تحت الشعبي كمان. والناس مش عارفة تعيش علشان ما فيش حشيش، والناس مش عارفة تعيش علشان ما فيش حشيش. الأغاني اللي بتتكلم عن المخدرات أو عن الحاجات دي، انا مش عايز اقول لفظ والله، يعني ما مستحي ان اقول، بس انا عايز اقول ايه؟ طب هي ليه نجحت؟ الناس ما سالتش نفسها هم ليه سمعوها؟ ليه شغلوها في الديجيهات وفي الافراح بتاعتهم؟ ليه الناس الراقيه بتسمعها؟ ليه؟ ما هي لما نجحت قوت قلب اللي عملوها، ما تقدرش تتكلم معاهم. وشربت حجرين عالشيشه 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 مع توتو والسبع ويشه عالشيشه عالشيشه. وشربت رد فعل هوبا مثلا لما كلمته قلت له ياني مش هعمل كده تاني، انا شربت حجرين على الشيشه ومش عارف ايه وبتاع. فبيقول لي انا بعمل كده عشان الناس ما تعملش كده، فانا بغني لهم كده. يا سلام، يعني واحنا هنيجي نعلم الناس؟ بالعكس، يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لبنتي مثلا، لو هي مثلا بتحط صباعها في الفيشه، اعمل لها اغنيه اقول لها حط صباعك في الفيشه، حط صباعك في الفيشه كده كخ كده كخ. يا سلام، لازم اعكسها لها، يعني لازم اتفلسف، لازم الفلسفه، لازم الشويتين الاينشتاين دول. المعنى جاي بطريقه غير مباشره، ففي ناس تقدر تقول له هم فهموا المعنى، وفي ناس ما قدروش يفهموا المعنى، بس الاغلبيه فهموه وعجبهم الكلام جدا. ان هو انا نعم بقول انا عامل دماغ تمام، بس انا بقول بقى ايه بعد كده؟ مش بانجو ولا برشام. يا عم خلاص، ما احنا عارفين ان الحجرين بتوع الشيشه بيعملوا مش عارف ايه، خلاص لازم تروح الاتجاه ده. اتكلم يا عم وقول سوق عادل يا عم، ما تكسرش على اللي جنبك كده كخ كده كخ، اي حاجه اعمل يعني. خش لي في حته يعني ممكن ما تبقاش يعني عندي. في افيه ممكن تعمله زي ما يلمعك قوي زي ما يحرقك قوي، ودي بتبقى مصيبه انك انت تجري ورا افيه. هي اغاني الافيهات اعتقد ان هي يمكن كلمه افيه نفسها نحاول نشرحها، هي في النهايه جمله ممكن يكون ليها معنى ساخر، ممكن يكون ليها معنى غريب، وفي النهايه الجمله دي الهدف من الاغنيه وهو بينتجها ان هي تفضل راسخه وتبقى على لسان الناس في حواراتهم او في كلامهم. افيه بقى نتكلم عليه، يعني ده انا مش هنساه برضو على موضوع القعدات. احمد العيسوي قاعد بيتعشى مع اصحابه وحبايبه قاعدين وبتاع مش عارف ايه، فمستنيين مين؟ عادل. فالشاعر قاعد فقال له امتى 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 لما عادل يجي، لما عادل يجي، لما عادل يجي شوف هيعمل ايه. وبعدين انا استفدت ايه؟ عادل جه ما جاش، يعني ادينا قاعدين. يجي شوف هيحصل ايه. بس اهو عادل جه. المصنف الثالث اللي هو الاندر شعبي ده بقى ليه جمهور وجمهور كبير، بس كلهم عارف اللي هم الاولاد بقى اللي هو ابتداء من ال 13 سنه لحد 16 17، ومعلش سوري مع احترامي يعني عارف في فئه معينه، في اماكن معينه، اماكن ناقصه حاجات كتير قوي، يعني اماكن ناقصه حاجات كتير قوي 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 قوي، ناقصها ثقافه، ناقصها اهتمام، فبدأ ان هم يسمعوا ده
وبيسمعوها ووصلت لمرحله بيحبوها جدا 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 جدا. جيلنا ما عادش عنده استعداد انه يقعد يسمع غنوه ساعه الا ربع ولا ساعتين. هو كبير خالص 3 دقايق معايا في الغنوه. الناس مكبوته ومهمومه، انا عايز اغني اغنيه عبد الحليم بس في نفس الوقت اعمل فيها افيه يضحك الناس. أنجام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنجام وورود والشعر الججري المجنون يسافر في كل الدنيا. رحت عامل نقله هنا بقى كده وقد تاخده فين؟ انا قصدي اخده معايا في اي مكان يعني، ده حبيب بقى. اخده معايا نقعد في كافيه، اخده معايا على الكورنيش. ما تاخدش الغنوه الغنوه اللي هي كانت معموله بشكل جميل قوي وتقعد او كل ده طبعا ملوش اي لازمه يعني. ما غنيها بشكل كويس الناس هتحبك. فانا غلطان في ده، انا عارف يعني، انا معترف ان انا غلطت في قداسيه الناس دي، لان الناس دي مش الناس دي ما عدتش علينا كده. الناس دي عمالقه فن وخرسانه لمصر في الفن وفي الثقافه وفي نجاحنا كفنانين وفي نجاح. معاك لو قلت حبك لسه اكدب عليك، اكدب عليك لو سيبك هنسى اكدب عليك. هي الاغنيه الشعبيه زمان كان زمان زي ما بقول لك عبد المطلب حاجات شعبيه وفنيه. دلوقتي شعبيه ومفيش فنيه، خبط اللي بيلا هوب توك توك وكده ويلا. التوك توك حاجه جميله وبيوديني لحد سريري وبيركب فيه شعبله ومهسوكه ومي حريري. التوك توك حاجه جميله وبيوديني لحد سريري وبيركب فيه شعبله مهسوكه ومي حريري. مواصله زي التوك توك اخترعوها عشان تبقى مواصله، بقت اداه اذاعه من خلالها بيطلع ناس مطربين وبقوا يسموهم مطرب التوك توك، لدرجه ان بقى في مطرب كل امله في حياته ان اغنيته تتسمع في التكاتك اللي ماشيه في الشارع. هو بس ما عندوش طموح تاني اكتر من كده. انا ما ازعلش لما يتقال عليا مطرب ميكروباص او توك توك. هات لي وسيله غير دول ممكن تسمعني فيها. لو مش هتسمعني في عربيتك او مش هتسمعني لو ركبت ميكروباص او توك توك او عربيه نقل او ركبت مترو، او هتسمعني فين؟ الاغاني هي اللي كانت بتفرض نفسها ان هي تكون موجوده في الاماكن دي، لان احنا بنتكلم على مغني طالع من بيئه معينه وطالع من وسط معين، هدفه الرئيسي الفئه دي. يعني معلش يعني يا اما الوسائل المواصلات دي بقى معموله للناس اللي هي الادنى، لا ما عادي ممكن دكتور وراكب ميكروباص هيقولوا له لا ممنوع تركب ميكروباص عشان انت دكتور. مهندس راكب ميكروباص هيقولوا له ممنوع. وبعدين ما التوك توك بيني وبينك برضه ما هو عامل جو وعامل شغل. يعني الواحد لما بيلاقي يسمع اغنيته في التوك توك هو بيبقى قاعد متكيف برضه. انا مالي التوك توك غالي يا غالي. يا توك توك انا جبت له فوانيس. يا توك توك هقلبه اتوبيس. يا توك توك انا جبت له فوانيس. يا توك توك. الاغاني الجديده بقى اللي هي اللبات دي، يا لهوي عذاب. هي حته مزيكا متكرره شغاله اتعملت على جهاز كمبيوتر ما خدتش 5 دقايق. ما احنا بنشوف المزيكا بتتعمل ازاي والناس بيتعبوا فيها قد ايه، وبيقعد في الاغنيه 3 4 شهور عشان يطلع اغنيه نعرف نسمعها. اللبات دي يعني بالنسبه لنا هزار، ناس بتهزر. واحد مشغل الدي جي وعمال يقول ايه على المزيكا تاتي ونروح ونيجي وتعشين ونعدي ورحتي. فالفكره ان هم من خلال البرامج دي اللي بتتيح لهم ايقاعات غربيه جاهزه ان هو ينتج موسيقى زي ما هو عايز، والموسيقى دي متصله بشكل ما بموسيقى الراب والتكنو والهاوس اللي كانت موجوده بره، لان هي في النهايه برامج بيستخدمها المحترفين، لكن هم انتجوا حاجه تخصهم وفي نفس الوقت هي في السياق متصل بالموسيقى الشعبيه اللي كانت موجوده قبل كده.
هم حاولوا يمزجوا بين ده وبين الادوات اللي اتيحت في ايديهم. هو ما بيقولش غنوه، هو بيقول فرحه 25/3. يعني ايه فرحه 25/3؟ ده فرح واحد اسمه ابو ملك وعمال يقول 25/3 فرحه ابو ملك. واللي بيبوظ بقى ده كله اكتر واللي بيسواه اكتر وبيخليه يعني لو ينفع اقول حالته زي الزفت، الدي جي ده. الاتهام اللي مثلا احنا بوظنا المزيكا وكده، بالعكس احنا في جيل دلوقتي الشباب عايزه كده، واحنا لازم نمشي في الجيل ده. الدي جي ما عندوش غير يعني تارجت واحد، هو عايز يعمل حاجه واحده، عايز الناس اللي قدامه تعيش الهلس بقى، يعيشوا على الاخر. الدي جي حاليا الكل في الكل، هو زعيم المجال الوقتي بامانه. يعني الصياعه بين الدي جيهات زي ما بيقولوا كده، ان يبقى عنده الاغنيه وهي لسه خارجه من الفرن بتاع استوديو، لسه خارجه سخنه، الاسطوانه الصدايه سخنه، او لسه جايبها من على موقع من على النت محدش يعني ايه واصل له او بتاع، وحد عارف يسربها في السريع وبتاع، ويلعبها يقعد يصيطها ويصيط نفسه عليها ويقعد يحط اسمه عليها. يعني في واحد مشهور قوي كل شويه كل ما الاقي اغنيه صعبه بقى اسمع الغزولي. الغزولي على كل الاغاني. انا اظن الغزولي ده بطل عالم في حته الدي جيهات دي. طلع مطرب مش مطرب، هو مش مطرب، واحد ما بيعرفش يغني ونقحت عليه يغني، ولقى واحد ما بيعرفش يكتب نقحت عليه يكتب كتب له اغنيه. فهم كلهم بيلاقوا ناس ما بتعرفش تسمع سمعوهم. احنا اللي فرضناه عليهم، احنا لو سمعناهم حاجه تانية كانوا سمعوا. ما احنا في شبابنا واحنا صغيرين كده عشرينات والجو ده كنا بنسمع حاجات حلوه قوي. ليه؟ لان هو ده اللي كان الموجود، اتفرضت علينا نسمع الجو ده. انا لما بعمل برنامج الموقف للاسف الشديد جدا 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 مضطر، يعني انا عندي رسائل وعندي مستمعين وعندي ناس بتطلب عن طريق الانترنت وبتطلب عن طريق التليفون وبتطلب عن طريق الاس ام اس، بيطلبوا الاغاني دي. انا في الاخر واصله لازم ارضي المستمع. وطبعا لسه معاكم ايهاب صالح وكل الناس منورانا النهارده. عايزين بسرعه جدا بقى نخش على الرسائل، عشان الرسائل النهارده ملعلعه ومشعشعه وفي شويه اسامي كده، معلش سامحوني بقى عشان يعني اوقات بواجه صعوبه في اسامي المناطق واسامي الناس اللي بتبعت لنا، بس نشوف مع بعض. منور يا بوب، انا شريف فاروق من الريدانيه المنصوره، بمسي على احمد مكوى وعطيه سنجر والمعلم حمدي منصور وصبري رحيل والانوار المحمديه بالحرفيين، وريت حاجه لمحمد رشدي. الرساله الحمد لله عدت على خير وحاضر، وعينينا للناس الكويسه وعينينا للمنصوره. مساء الفل يا منصوره منوره نجوم اف ام. كرم الشبع. بدات القنوات دي لما لقت ان النجاح ونسبه المبيعات في الغنوه الشعبيه بداوا ان هم يتجهوا انهم بينتجوا شعبي. هو حاليا دلوقتي احنا الحمد لله الاعلام ابتدى ياخد باله من الاغنيه الشعبيه. الاغنيه الشعبيه في الواقع هي في ازدهار. ليه هي في ازدهار؟ لو بتتفرج على الافلام دلوقتي كله دلوقتي بيستند على الاغنيه الشعبيه، لازم يبقى فيه اغنيه شعبيه في الفيلم، لازم مهم بالنسبه له يبقى فيه اغنيه شعبيه في الفيلم. بس ايه هي الاغنيه الشعبيه؟ ركز فيها. كلمني شكرا، معيش رصيد، صاحبك وقاطع من غير رصيد، والشغل نايم وانا على الحديد، كلمني شكرا كلمني. مالي يا عم كلمك شكرا معيش رصيد والوصله ومش الوصله، مش ده اللي يهمني، يعني مش دي اهتماماتي. لا، دخول المطربين الشعبيين السينما مش اختيار منهم للاسف. هو زي ما تقول ايه بيجيب مثلا مطرب بيعتبر الفرح بتاع الفيلم اللي الناس اللي بيتفرجوا بيقوموا يسقفوا عليه ويرقصوا عليه. وده نفس الهدف، ان هو يكون في جذب من خلال تريلر الفيلم، ان احنا بنسمع الاغنيه اللي احنا عارفينها او الاغنيه الجديده لمطرب شعبي، فبنخش نحاول نشوف ايه علاقتها بالفيلم كوسيله دعايه للفيلم. بس
انت ده فلان ده عمل اغنيه والناس دلوقتي عماله تتكلم عنها وترقص عليها. طب يا ابني تعالى هتقف هنا هتقول اللي انت بترقص عليه دوت انك بتعمله في الفرح واعمله هنا بس. انا شارب سيجاره بني حاسس ان دماغي بتاكلني. انا شارب سيجاره بني حاسس ان دماغي بتاكلني. قاعد في الحاره بسقط والغسيل عمال بينقط. والشارع اللي ورايا قدامي الشارع اللي ورايا قدامي والكلام على طرف لساني. في السبعينات ما كانش فيه الفضائيات دي ولا كان فيه دش. كان كل اللي عندنا تلفزيون القناه الاولى والقناه الثانيه وكان الكاسيت ده رقم 1. أنا زي ما أنا زمان لسه زمان زمان ما بقتش ماضي وكان ولا كانش فيه بقى لا سيديهات ولا كان فيه ده. كان فيه ده ادم السعد علينا ده كان باب رزق. الشريط ده فيه اكتر من 5 6 بيشتغلوا فيه مصانع، مش واحد بقى، لا ده 5 6 مصانع لحد ما يجي لك كده. يعني بجد مش عايز اقول الله يرحمه، هو شريط اسود بس مش عايز اقول الله يرحمه. راحوا الحبايب بقى لهم عام والتاني. فالاغنيه الشعبي في رايي انا هي في النازل، في راي الوطن العربي، في راي مصر، في راي السينما، في راي كل حاجه هي في الطالع. بس هي في الطالع رايحه في داهيه، مش رايحه في حته حلوه خالص، رايحه يعني هنروح فين بعد كده؟ تعبنا. احنا مشكلتنا ان النهارده فين اللي بيوصل الحاجه للناس؟ يعني النهارده بقى في عنب، بقى في بن، بقى في اخضر، بقى في ازرق، بقى في كده يعني. الغنى الشعبي بتاع زمان كان الموضوع كله ان المطرب او المطربه الشعبيه بتختار ايه؟ لازم الفنان يكون امين، يفكر ان ابنه دوت لما هيطلع هيقول له انا كنت بعمل ايه. ده مهم جدا. فعلا زعلان على الاغنيه الشعبي، يعني زعلان عليها. يعني انا بعد كل الزمن ده مش لاقي غير 2 3 اسمعهم. اعتقد ان الفتره الجايه ممكن يكون في موضوعات مختلفه مع التطور اللي بيحصل في البلد. النهارده الاغنيه الشعبيه مش هتموت لانها فرضه نفسها. الطعميايه وصلت 75 قرش او جنيه. هل الناس امتنعت تاكلها ولا بتاكلها؟ اي حاجه شعبي يعني اي شيء ده هيفضل ملازم الناس. بالنسبه للاغنيه الشعبيه عمرها ما تختفي. لو كانت هتختفي كانت اختفت، لان من 50 سنه لغايه النهارده الاغنيه الشعبيه عايشه واللي ما زالت هتعيش. احنا ممكن نرقص الناس ونفرحهم ونخليهم يفرحوا معانا بشكل احسن من كده بكتير. ليه يا حبايب حيلي زادي ومررتوا الشدة صعبة عالعلة ومررتوا. ليه يا حبايب حيلي زادي ومررتوا. يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده بالشويتين المزيكا اللي عدوا دول. نختم بقى بحاجه كده اصلي، حاجه من الاصوات اللي هي يعني نسمع الريس حفني احمد حسن واغنيه مظلوم والصوت الاصيل بقى. معلش قضيناها هلس كتير النهارده، نخش في الجد بقى. السلام عليكم، كان معاكم البوب الصالح. أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم. حلو ياللي عجبك بعدينا سايبنا ولايف بقعدينا. تعال نعاتب بعضينا وعاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم. حلو ياللي عجبك بعدينا سايبنا ولايف بقعدينا. تعال نعاتب بعضينا عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم.